اسمع للاخر عشان انا خلاص جبت الاخر. الاهلي يخسر على ملعبه واستعاد قليل من جمهوره ويظهر في مستوى صعب وسيء جدا. وبالمناسبه الجمهور ده كان المفروض يملى الاستاد، الجمهور ما جاش لانه ده ضمن خلاص الصعود، ده وصل للعيبه. فخلاص ما تزعلش بقى على المراكز، ده كده كده ضمن. عندك لعيبه جزء منها بيفكر بره الملعب وجزء مستواه واقع وجزء كبير مصاب. لعيبه بتفكر بره الملعب في وسط موسم انتقالات، وسط الميركاتو ما عندناش جناحات فبنقعد الشحات، اصل مستواه كان سيء، نزل جاب لك جول على الساعي، لعيبته جناح وكان مستواه حلو فغيره، وبدل ما نعوض سنهم هما يعوضوا. مش كل مره هينقذك امام يا كولر. خساره مفاجاه لكن طبيعيه، وما يصلحه خط الهجوم يفسده خط الدفاع، وما يحاول يصلحه خط الدفاع فيفسده التحكيم الافريقي. الاهلي بيخسر وسط اداء تحكيمي فج وعار على كرة القدم. طرد لم يحتسب، ضربتين جزاء لم يحتسبوا، جول صحيح لم يحتسب ويلغى. كرهتونا في التحكيم، يا في مصر يا في افريقيا، يعني احنا مش عارفه هنروح نلعب فين، في كوكب المريخ؟ الاهلي بيخرب سكوره من 2016 و2022 ساعه ماتش سان داونز ما خسرش على ملعبه. التدعيمات عشان الاهلي بقى صعب مستواه، خلاص هندخل على اخر 10 ايام في يناير. التدعيمات يا خطيب، التدعيمات والنبي. واخيرا على المره والحلوه معاك يا اهلي، ولو زعلني مره فهو فرحني ياما، وربنا يوفقنا في القادم.